النهاردة فيديو هنفرز فيه الملوخية. هقول لكم على طريقتين حلوين جدا لتفريز الملوخية، هتنفعنا جدا جدا طول السنة، وفي الموسم بتاعها لما تكون غالية مش هتشتريها وتطلعي كيس من الفريزر بتاعك وتعمليها، وكمان هتنفعك جدا جدا في رمضان. هقول لكم على طريقتين لتفريز الملوخية، وكل واحدة فيهم ليها طريقتها، وانا بحب اعمل الاتنين عشان وقت ما احتاج الملوخية الاقيها جاهزة عندي واوفر وقت ومجهود. يلا نشوف الطريقة الاولى. اول طريقة في تفريز الملوخية اني بحفظ الملوخية ورق زي ما هي، ودي طريقة بسيطة جدا. بعد ما بنقي الملوخية كده واغسلها وانضفها كويس جدا واسيبها تتصفى وتنشف كويس جدا من المية وتنشف تماما، ببدأ ان انا اقطفها، وممكن تغسليها بعد ما تقطفيها، اهم حاجة تبقى نظيفة معانا وتكون ناشفة قبل التفريز علشان ما تمسكش في بعضها وتعمل تلج وتبوظ ورق الملوخية. بعد كده بحط الملوخية في اكياس التلاجة واطلع اكبر قدر ممكن كده من الهواء من الكيس واقفله كويس جدا، وبعدها خلاص بقت جاهزة عندي بالشكل ده. وتقدري بقى ان انت تدخليها الفريزر وتحتفظي بيها كده. بتطلع بقى من الفريزر تحطيها في الكبة وهي متلجة كده وتضربيها، بتبقى معاكي عاملة زي البودرة كده. بتاخديها بقى وعلى الشوربه المغليه على طول وتبداي تعملي الملوخيه بتاعتك، بتطلع خضره ولونها فاتح وكأنها طازه، ومحدش يصدق ابدا انها متفرزه، وبتبقى حلوه جدا. بكده لما احتاج اطلع الكميه اللي انا محتاجاها واستخدمها. تعالوا بقى ايه للطريقه التانية. الطريقه التانية وهي الملوخيه المفرومه. الطريقه التانية دي في ناس كتير قوي بتفضلها وفي ناس كتير قوي بتعملها، وبتبقى جاهزة على الطبخ على طول. برضو بعد ما نغسل الملوخية وننضفها وتبقى نضيفة معانا تمام خالص، ببدأ ان انا بعد ما تتصفى من المية بتاعتها بخرطها بالمخرطة، او ممكن استخدم الهاند بلندر او الخلاط حسب المتاح عندي. تمام كده. ما عندكيش هاند بلندر بتبدأي تستخدمي الخلاط. كيلو الملوخية بضيف عليه كوبايتين من المية السخنة او الشوربة لو موجودة عندك. دي معلومة مهمة جدا، لكل كيلو ملوخية بضيف كوبايتين من المية المغلية او الشوربة المغلية، وبضربها كويس جدا جدا لحد ما اوصل كده ايه للقوام المناسب. هنا عملتها لكم بالهاند بلندر وعملتها كمان في الخلاط. عندك الهاند بلندر اعمليها بيه ماشي، مش حابة اعمليها بالخلاط ماشي، ما عندكيش وعندك خلاط اعمليها، ما عندكيش لا ده ولا ده، هتخرطي الكميه اللي انت عايزاها بالمخرطه، مفيش اي مشكله، وبيبقى قوامها زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بسيبها تهدى شويه وبقسمها في اكياس التلاجة على كميات مناسبه لكل طبخه، واطلع بقى الهواء من الاكياس واقفلها كويس، وبعدها بدخلها الفريزر. وبكده وقت ما احب اعمل ملوخيه بطلع الكيس واكون وفرت وقت كبير جدا في التحضير. بتطلعي كيس الملوخيه المتلج كده، يعني الكيس الملوخيه اللي هي المضروبه دي المفرومه دي، بتطلعيها على شوربه بتكون سخنه مش مغليه قوي، وتحاولي ان انت تخلي الكيس يبقى مبطط كده علشان اول ما ينزل الشوربه يفك معاكي. وكده بقى عندي الملوخيه بطريقتين، ورق زي ما هي كده، وكمان ملوخيه مفرومه جاهزه على التسويه. قولي لي بقى لو انت بتفرزيها بانهي طريقه علشان كلنا نستفاد من بعض. يلا بقى حطي لايك للفيديو والحقي فرزيها قبل ما تغلى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.